نتمنى ان معمر قدافي يجي مع الناس، يجي على الناس ويجي على الشعب، يجي كويس ويجي باحترام احسن، لانه هو تو في وضع سيء. عرفت كيف؟ وضع سيء يعلم به الا ربي وضعه. المفروض يدوي بهداوه، المفروض يحاول كيف يحل الموضوع، ما يسمعش لعبد الله السنوسي، مودر به لعبد الله السنوسي الكلب هذا. فهمت؟ واحنا نتمنى من معمر قدافي غدوه يقول يا ناس تعالوا، كل واحد ليبي يجي ياخذ 100,000 دينار ولا 200,000 دينار، وفي فلوس في ليبيا تسد الشعب الليبي وتسد الشعب المصري. فهمت كيف؟ مش قاعد يسد في الناس انه ويتعامل مع الناس على اساس ان الناس هذا مش بشر وكذا. وكل من مستفيد من اللي حواليه. اللي حواليه اللي قاعدين اللي فرحان بيهم، هذا فرحان بيهم، هم المستفيدين، هم اللي خربوا عليه. فهمت كيف؟ انا شخصيا اسم القذافي عليه هو. فهمت؟ ولدت انا ما نعرف الا معمر قدافي، والليبيين كلنا ما نعرف الا معمر قدافي. انا بالنسبه لي طاح من عيني، والله طاح من عيني، اقسم بالله العظيم نكلم فيك. والله كنت نحبه وما فيش بيني وبينه مصلحه، مسكين والله العظيم المستفيدين منه حاجه. بالعكس عندي اخوي مات في بسليم، قتلوه في بسليم. ومن قتله عبد الله السنوسي. عبد الله السنوسي ودر بيه ساحره، هو الشكل عبد الله السنوسي ساحر معمر وساحر سيف. مفروض يهدوا، مفروض يدوا كويس مع الشعب الليبي. الشعب الليبي يستاهل كل خير، واحنا الليبيين والله العظيم مفروض اقسم بالله يعطينا مش يعطينا. سيد القذافي، نعم. هل تعتقد ان الزعيم الليبي معمر القذافي بريء من كل ما حدث، وان من حوله لا مش بريء، هو مش بريء، هم الذين حدوا به الى هذا المسلك؟ لا احنا شوف، هو بصراحه هذا رئيس بلاد، والبلاد فيها كل شيء. انا ما ندفعش عليه ولا حتى حاجه، بالعكس ان شاء الله ربي يهديه، وان شاء الله بكره يجي يدير لنا خطاب يقول كلام كويس. وهذا الشعب كله اللي طاير من الغل، شنو بالليبي؟ لا نبو احنا نبو ماذا بينا بكره. طيب انا عذرا للمقاطعه. طيب هل ترى ان هناك مخرجا لهذه الازمه يتمثل في مخرج؟ عندنا مخرج بسيط جدا، عوده الزعيم الليبي معمر القذافي الى جاده الصواب وحكم بلاده بصوره رشيده. هل تعتقد انه يمكن للليبيين ان يعودوا مره اخرى الى بيوتهم ويقبلوا بحكم القذافي؟ في حاله واحده، والله في حاله واحده. انا نكلم فيك كليبي نكلم فيه كليبي. مفروض يتكلم بكره ويتكلم مع الناس كويس بهداوه، ويقول لهم يا ناس راني اسف، يراهوا هذا من الناس، انتم عندكم الحق طلعتوا وبروا كل واحد المصرف الجماهيريه ولا مصرف الامه، بروا وشدوا طابور وخذوا فلوسكم، هذا حقكم. لا نبوا احنا لا نبوا شو اسمه الحاجه على الورق ولا شيء. سيف مدار 10 حواليه مستفيدين. يا سيد القذافي الليبيون ليسوا بهذه الدرجة من الفقر حتى يستمالوا. لا معلش، لا في فقر احنا شنو او ما الى ذلك. الناس يثورون في الغالب لكرامتهم وللقمع والكبت. سيدي احنا انت ماكش ليبي. عرفت كيف؟ انا نكلم فيك راني ليبي ومن الزاويه ونسكن في طرابلس، نسكن في قرقارش. فهمت كيف؟ انا نحكي لك احنا عندنا فقر وعندنا العزه الحمد لله. كنا تمام والامور طيبه، حتى لو في ناس متجاوزه. لكن لم اقصد ان الليبيين يعيشون مرفهين، انا اقول ان هناك اسبابا اخرى للثورات، من بينها الكرامه ومن بينها غياب الحريه والديمقراطيه والتعبير وحريه التعبير عن الرأي. ليس هناك، لم يكن هناك. معلش يا سيدي العزيز، الديمقراطيه احنا عالم. لا بأس، لن نتحدث عن الديمقراطيه، سنتحدث عن على الاقل الحريه، حريه الفكر والتعبير. هل كان هناك مجال في تفسير حكم العقيده القذافي الطويله هذه الممتده منذ 42 سنه؟ هل كان هناك مجال للتعبير عن الراي في ليبيا؟ انا سيدي اسمعني معلش، انا نقول لك توا والله نكره، والله العظيم نكره معمر قدافي، نكره لان اللي دار فينا. فهمت كيف؟ من حاجه واحده، بش استعباد. ما اعطيناش حقنا في النفط، ما اعطاهولناش. احنا شو نبوا منا؟ نبوا حقنا فقط. اما بالنسبه للتعبير الوطن العربي، وبش الوطن العربي العالم الثالث ما يمشيش معاه التعبير. احنا ماذا بينا بكره يقول انا بنولي ملك، يا ناس بنولي انا ملك، وسيف ولدي هذا ولي العهد،
وتعالوا انتم ديروا طابور خذوا فلوس، والله الليبيين كلهم يهتفوا به ويديروا له اسمه ويديروا له تمثال كبر الدنيا. انا لست ادري، لكن ربما يعتبرك كثير من الليبيين انك تهين الشعب الليبي بهذه الكلمات. لا ما نهناش، بالعكس انا قلت لك ليبي، انا ما نهناش، لان نبوا الدم ما يسيلش. اعتبره هذا رئيس جديد يا سيدي، مش معمر قدافي، هذا ولا بكره رئيس جديد ومغير اسمه سفيان، ماشي الحال ويعطينا حقنا، يعطي حقنا. هذا ما عادش ولا معمر بالقدافي، بكره يقول انا ما اسميش معمر، اسمي اي اسم ثاني وبنعطيكم حقكم يا ناس ليبيين. باش نبوا سؤال تقدر تسال روحك انت، اسال طيب انا روحي. لو جانا شكرا جزيلا لك سيد القذافي صواف، وجهة نظرك اتضحت وسأطرحها على ضيفي، لكن بعد أن